مساء الفل، عاملين ايه؟ انا بجد سعيد وعندي خبر سيء لاولموست كل الماركتيرز اللي فاكرين ان شطارتهم ان هم يشتغلوا على الادز مانجر وان هم يكتبوا كابشنز دمها خفيف. فلو انت الشخص ده فوظيفتك في 2026 انتهت خلاص او هتنتهي. الاي اي دلوقتي بيعمل استهداف احسن منك، يعني بيكتب محتوى اسرع منك، بيصمم صور وفيديوهات في ثواني. فالسؤال اللي انت لازم تساله نفسك دلوقتي هو اللي انت بتقدمه ده ايه اللي الاي اي ما يعرفش يقدمه للبيزنس اللي انت بتشتغله؟ فخليني اقول لك ليه عصر الماركتير انتهى وبدأ عصر الماركتنج اركتكتشر. شركات 2026 ما بقتش محتاجه حد بيعرف يستخدم تول. التولز كلها متاحه ومن شويه زراير بندوس عليها انا قدامي، انا شغال اوريدي على تول دلوقتي. فلو انت ما بتعرفش تربط ما بين البادجت بتاعه الماركتنج والكاش فلو بتاع الشركه، او ما بتعرفش تحلل سيكولوجيه العميل، تعرف هو ليه بطل يشتري او ازاي يشتري، او البي تو بي والبي تو سي، وان البي تو بي ممكن يبقى هو البي تو سي بس بتويكايه صغيره، والاعلانات شغاله، فانت بقيت عبء على الشركه، ما بقيتش اسيت من الاسيتس، انت ما بقيتش اصل، انت بقيت عبء. فالماركتير التقليدي هو بينفذ تاسكات، لكن الماركتنج اركيتكت هو بيبني جروث انجن. تحليلاتنا لاعلانات رمضان 2026 دي شفنا ان في براندات كتيره صرفت ملايين في الارض، مليارات اكشلي، بس لو براندات فهي ملايين، يعني اوفر اول اتصرفنا مليارات. وبراندات تانية حولت الاعلان لناشونال انثم. فايه الفرق؟ فرق ان الماركتير اللي عمل الكونتنت اللي هي حاجه بتتشاف وبتتنسي هو بيعمل فيد، بيعمل دوشه، بيحشي السوشيال ميديا كونتنت، لكن الماركتنج اركيتكت هو بيعمل ايكو سيستم. ازاي بقى بيربط ما بين التي في والتيك توك بسلاسه، وازاي ان هو يربط ما بين سلوك العميل الفجر وبعد السحور، وبالكاستمر جيرني اللي هي بتنتهي تقريبا لما بيشتري، هو اشترى هو مبسوط ولا لا. فانت عندك فلويديتي في الاعلام، في الاعلانات بشكل مرعب، واللي ما بيعرفش ان هو يبني ويهندس الرحله دي بالكامل هو مش هيلاقي مكان في السوق يعني. طيب عشان تكون الناجي في 2026 27 30 لازم تركز على ثلاث حاجات. استراتيجيك امباثي، ايه هو ده؟ انك تفهم البين، وجع العميل ده، تفهمه بجد، صيغ له حل، مش مجرد ان هو اعلان، انت مش بتعمل اعلان، انت بتعمل سولوشن. بعد كده السيستم ثينكينج، انك تبني نظام تسويق شغال 24 ساعه، اوتوميتد فانلز. والفانلز اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، خش على اليوتيوب شانل اتفرج عليه. بعد كده البيزنس نفسه بقى، ان انت تعرف تتكلم لغه البيزنس، يعني ارقام المبيعات، الار او اي، مش لغه اللايكس والريتش. النهارده انا ممكن في 3 ايام بجد اوصل لك للبيج بتاعتك لمليون ريتش، بس في الاخر اللي يجي منها ايه؟ ولا حاجه. فالسوق مبقاش بيرحم، والاي اي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي ياخد مكان الشخص اللي ما بيفكرش. فلو انت صاحب شركه، وقف تعيين الموظفين دلوقتي حالا، ابدا دور على بزنس اركيتكت او ماركتنج اركيتكت. ولو انت ماركتير، قول لي في الكومنت ايه اكتر مهاره عندك شايف ان الاي اي مستحيل يعملها زيك، مستحيل. فانا بجد اعمل لي فولو عشان تعرف تبني البيزنس بتاعك الجديد في مصر بطريقه تكون مناسبه للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ولو انت ماركتير اوريدي في الفيلد، تابعني، يعني ممكن اقول لك معلومه او اتنين ممكن يفيدوك. وحابب اعرف ايه بقى نوع الحاجه اللي انت بتعملها اللي الاي اي ما يعرفش يعملها مهما حصل.